بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. فيديو جديد بإذن الله. حاجة سهلة جدا بس غالية جدا ومطلوبة جدا في الفترة دي وطالعة ترند، والبنات والستات كلهم لا غنى عنها. كان زمان بنستعملها بس بحاجة تانية الغرض التاني، يعني هقولكم في آخر الفيديو ان شاء الله. نصلي على الرسول كده عليه الصلاة والسلام. واحنا عندنا هنا مترين الا ربع قماش. هنحط البرسن على البرسن كده وعلى الظهر، وهناخد اول حاجة من القماش 20 سنتي. الشريط اللي احنا هنعمله البندة اللي هي حوالين الكارديجان ده 10 سنتي، هناخد منه عرضين من القماش. يعني هناخد 20 سنتي على المجوز كده، و2 سنتي الخياطة. هناخد 22 سنتي هنفصلهم عن بقية القماش، وبعدين ال 22 سنتي دول هنقسمهم بنص تاني عشان يبقى ده كده شلنا من القماش الحرف بتاع ايه اللي على الحرف كده من عند الرقبه. وفي ايه تاني هنعمله من على الكمام، بس برضو قلنا ايه الاول اخد الجسم ذات نفسه ونقصه، والباقي ان هنعمله للكمام برضو كالباندا. تمام. انا دلوقتي عملت طبقت القماش على 4 ناحيه مفتوحه على المقفوله، بس طلعنا الناحيه المقفوله بتاع 5 سنتي لبره عشان ده ما بيتقفلش على بعض الكارديجان. وكمان بنحط فيه الباندا، فدي يعتبر بنخلي الخلف اكبر من الامام، اعرض لبره ب5 سنتي. انا قست الطول اللي انا عايزاه كده متر، وهطبقه زي ما انتم شايفين كده. وبرضك مخليه الناحيه المقفوله خالص ناحيتي انا، والناحيه اللي من بره دي اللي هي بيبقى احط فيها الباندا ناحيه اكبر من ناحيه زي ما انتم شايفين كده. في الاول كده احنا هناخد المقاسات بتاعتنا العاديه خالص، وهقول لكم بطريقه سهله جدا يتعمل الكارديجان دون ازاي. هناخد نص عرض الكتف كده، احنا عندنا 20، وهننزل ال 3 سنتي، وهناخد ال 8 سنتي بتوع الرقبه. المقاسات دي كلها في اي حاجه احنا عاديه خالص. تمام. وهننزل بمقياس 2 سنتي اللي هي حردة الرقبة الخلفية. وبعد كده امد الخط بقى على طول من اول حردة الرقبة لحد الاخر القماش. انا لسه شايفة حد بيعمل الكارديجان دون عامل حردة الرقبة 4 سنتي لتحت، فعريضه قوي. وهي بتجاوب برضك على نفسها ان ده عشان هنحط المرد او الشريط اللي احنا هنحط حوالين الرقبه. طيب ماشي، ما انا لما اعمله 4 سنتي عاليه تبقى غويطه، لما احط الشريط هيبقى واقف من عند الرقبه من ورا، واقف مش ضامم على الرقبه. فبصراحه استغربت جدا. طبعا انا هنا من بعد خط نص الكتف انا بقيس المسافه اللي انا التانية اللي هتبقى تتخصم من الكم، من طول الكم الاساسي بتاع صاحبه الكارديجان ده. تمام. هننزل هنا الوسع بتاع الكم اللي هو الكومونو ده او الكارديجان. هننزل 25 سنتي فتحة الكم، ومن عندها بعد ال 25 سنتي هناخد هندي بزاوية كده 2 سنتي او 3 سنتي لجوه كده بدوران، على ما فيش لحد زي ما انتم ما شفتوا كده انا خططت ازاي. حتى اهو بفتح القماش اهو من الجنب، هناخد العرض القماش كله، وبعد كده هنمشي بص بدوران بسيط قوي كده، مش محتاج لا دوران اكبر حجم ولا الصدر ولا اي حاجة خالص، لان كده كده بيبقى واسع بيلبس اي مقاس. تمام. وهنفتح المكان بتاع الكم كده كده يعتبر خلص. هنا بقى الجزء اللي انا بشاور لكم عليه دون، انا نسيت ان انا اعمل فتحه الرقبه بتاعه الخلف الاماميه، بس وانا بخيط على المكنه هعرفكم ازاي ان انا عملتها. تمام. دلوقتي بقى الحته الباقيه دي هناخد منها ايه؟ الكم هيبقى قد ايه؟ احنا الكم مثلا لو عندنا 60، احنا خصمنا الباقي نص عرض الكتف لحد اخر القماش اللي قسناها طلعت مثلا 20، يبقى احنا هناخد كام؟ هناخد 40 سنتي من القماشه دي. هنطرح المسافه اللي هي شبكه في الكارديجان وهنقسمها من طول الكم. احنا كده عملناها اهو. وهناخد عرض القماش كله، احنا عاملين الفتحه 25، هنعمل ده وهنطبقه على 4 كده للكمين. بعد ما نشوف باقي طول الكم هنقصه كده، هنفصله بالمنظر ده كده اهو. هناخد على قد مقاس فتحه الكم، وهنعمله على ما فيش كده، بحيث ان انا عايزاه يبقى واسع من عند الكف. زائد انا هحط كمان ليه اهو الحته اللي انا بقصها دي اللي هتبقى من عند خط الكتف من فوق هيتلزق فيها الفرد ده.
تمام. انا هنا الكم هنا هعمله ايه؟ هعمله برضك حرف اللي هو ال10 سنتي زي البندة اللي هعملها على حوالين حردة الرقبة بالطول الكارديجان. فانا هعمل نفس المقاس ده، هعمل منها المقاس بتاع الشريط. هاخد كده 10 سنتي وهو بالمنظر ده كده، وابتدي اشقه واقصه عليه. يبقى احنا فاضل من القماش كله هيبقى برضك عرض هنعمل منه الحزام كده. يبقى احنا خلصنا، وهنبتدي بقى ايه اهوريكم ازاي انا عملت حردة الرقبة الامامية على المكنة كده. تمام. انا دلوقتي باخد من عندي نقطة الالتقاء بتاعت الرقبة، هاخدها بعرض بطول المسطرة كده دغري على طول، عشان لما باجي اركب الشريط ما تكونش فيه حتة بارزة وعالية ولا الكلام ده. اخدها زي ما انتم شايفين كده بزاوية بسيطة قوي، لان بتبقى هو الكارديجان ده ما بيكونش مقفول على بعضه، فبس بيبقى الشريطين دول جنب بعض بالظبط. فعشان كده انا ما باخدش مسافه كبيره. انا كده هقصها وابتدي اركب الكارديجان الكتاف مع بعض اول حاجه. تمام كده. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كده احنا خلصنا القص، وبعد كده هنبتدي بقى ايه نعمل الكتاف على بعض الاتنين مع بعض. الخطوات البدايه دي تنظمي بيها، تبتدي بايه قبل ايه عشان ما ترجعيش تفكي تاني وتعملي الخطوه قبل خطوه. انا دلوقتي الكتاف اهو بظبط الاتنين على بعض كده واروح اخيطه، وبعد كده اعمله اوفر قبل ما اركب الكمام. تمام كده. يا ريت يكون شرح وافي وتقدروا بحاول ان انا ابسط لكم الشرح، ولو حد عنده اي استفسار يكتب لي في الكومنتات. انا بس عايزه اعلق على حاجه، ان في واحده كتبت لي في العبايه الفسكوز الفيديو بتاعها، ان بقول لها العبايه البيتي. لا، ليه وليه انا اقول عبايه بيتي وتقول لا دي انت بطلوا كذب والكلام ده؟ فانا قلت لها، رديت عليها قلت لها شكرا على ذوقك. هقول لها ايه؟ هي تقريبا مش مصريه او حاجه زي كده، بتقول لك حتى قالت اسم قولي عليها الروبه يعني ده اللي اثبت لي اللي هي مش مصريه. فانا بحاول ان انا ابسط الشرح والاسامي على قد ما اقدر بصراحه، عشان لو كل حد كتب تعليق مش قد كده او بالفاظ مش قد كده، لو ردينا عليها مش هنخلص. فاحنا ايه بحرج اللي قدامي بالذوق. هي تقول لي بطلوا كدبه، ولا شكرا على ذوقك، هعمل ايه؟ دلوقتي يا حبايبي انا خلصت الكتاف، ودلوقتي بحط الكمام الفرده على اللي انا عاملاه على خط الكتف، وبخيطه عادي خالص. يعني الكارديجان دون رغم ان هو حاجه سهله جدا، والمتعلمه الخياط او غير المتعلمه تقدر تعمله بكل صوره، مش محتاج مقاسات كتير خالص. دلوقتي انا بعمل بقى الشريط اللي هو الباندا اللي هعمله على الطرف الكارديجان من قدام المفتوح. بوصل الاتنين لان انا واخده عرضين من القماش، يعني يبقى في خياطه واحده. الخياطه الواحده بقى دي نحطيها في النص من ورا في حردة الرقبه الخلفيه. بس انا طبعا الاول لازم اثبته كده عشان ما يلخبطش، عشان القماشه دي يا جماعه حرير على ستان، فطريه جدا وناعمه جدا. وينفع برضك الكومونو ده او الكارديجان ده يتعمل من الفسكوز او القماش الكريب الطري او الشيفون برضك، يعني ينفع اي قماشه طريه. تمام. انا دلوقتي بخلص الشريط بثبته خالص كده عشان ابتدي اركبه. زي ما قلت لكم اركبه، اقيس النص بتاع الحردة الخلفيه للكارديجان، وبعد كده اجيب التوصيله بتاعه الشريط واحط الاتنين على بعض كده، وش القماش الكارديجان مع الشريط، لان الشريط وش وظهر شكله على الوش، يعني متني على الوشين، بس لازم نحطه على وش القماش بتاع الكارديجان. وبعد كده ابتدي عشان الدنيا بقى ما تتزحلقش مني ولا طالما انا بدأت كده من خط النص وخليت الشريط هو اللي من فوق والجسم هو اللي من تحت، برضو النص التاني هعمله كده بس بطريقه هوريها لكم دلوقتي. خليكم معايا بس للفيديو للاخر. دلوقتي انا بقيس اهو، بقيس الاتنين، خيطت الكارديجان وبعد كده هو اول ناحيه، تاني ناحيه بقى طلعت ان في حته زياده. الحته الزياده دي بقيس الحته الزياده الطرف التاني قد ايه، وابتدي عشان انا عايزه احط برضو الجسم من تحت، الشريط يبقى هو من فوق في وشي والتاني من تحت اهو. بعد ما خلصت الجنب الاولاني اروح انا بقى بادئه الشريط اللي زاد دون نفس المقاس بتاع الناحيه التانيه،
بالظبط، عشان ما يبقاش حاجه ايه تيجي ناحيه اطول من ناحيه، الاتنين مظبوطين على قد بعض. وابتدي اظبط كده الخياطه وامشي على طول دغري. بص هتلاقي ان الدنيا ماشيه معايا مظبوط كده، ولا في كشكشه ولا في اي حاجه ان انا مثلا برحل القماش الطبقه اللي تحت عشان تيجي ادي المقاس بالظبط، لا، الاتنين هيبقوا زي بعض بالظبط. ونفس التركيب برضو هعمل لكم، هعمله نفس تركيبة الشريط بالظبط. انا مش عايزه اطول عليكم بس الفيديو، على اساس ان هو سهل وبسيط ومفيش اي حاجه خالص. نفس الشريط هعمله برضو من ايه في الكمام. بعد ما بخيطته طبعا انا سايباه من غير اوفر، وبخيط الجناب عشان اشوف اذا كان طويل ولا قصير على صاحبته، او لان ما كانتش قايله على الشريط ده. فعشان كده قلت اسيبه في الاخر انا هظبطه لها. بخيط الجنبين على بعض كده، ويعتبر الفيديو خلاص والكارديجان قرب يخلص كده بالظبط كده. انا بخيط الجنبين اهو. الفيديو سهل جدا، وكان ممكن ياخد اقل من كده كمان في الوقت. انا مستغربه الفيديو اللي انا شفته بقول لكم عليه اللي هي عامله 4 سم في حاله الرقبه، كانت الفيديو عامل معاها اكتر من 20 دقيقه. مع ان الموضوع سهل جدا بصراحه، مش شايفه ان في اي معضله. بس ربنا ايه يسهل لعبيدي زي ما بيقولوا كده ان شاء الله. كده احنا خلصناه خالص. ودلوقتي هوريكم الكم بعد ما اتشطب كده يبقى بالمنظر ده كده. بصوا نازل على واسع ازاي، وادي الشرط ده معمول اهو، عملته اوفر. هنكويه هنعمله، ما فيش الا التانية من تحت بس لما تيجي، وهعمل له فتحه. وادي شكله اهو بعد ما خلص. وهوريكم برده كان انا عملت الحته الفاضله زي الحزام، بس انا ربطتها على الكارديجان كده عشان اوريهولكم لغايه لما تيجي صاحبته وتقول عايزه حزام ولا مش عايزه حزام. بصوا الشكل جميل جدا ازاي. اشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله، وما تنسوناش بدعوه حلوه بصراحه الحل لينا وليكم باذن الله، ولايك ان شاء الله للقناه والفيديو. واشوفكم على خير.